السلام عليكم. معكم الدكتور مريم من قناة سول طبيبة مع مريم. اليوم إن شاء الله سأتشارك معكم قصة لسيدة كانت تقوم بتقميط رضيعها بعد الولادة مباشرة لمدة شهرين، وبعدها ماذا حصل لهذا الطفل؟ أولا، هذه السيدة كانت حامل، لكن الجنين لم يكن بوضعية تسمح بولادة طبيعية لأنها كانت وضعية المقعدة، أي كان مقعدي، فكانت الولادة قيصرية. التجأ الأطباء إلى الولادة عن طريق القيصرية. بعد الولادة بدأت بتقميط الطفل لمدة شهرين، ظنا منها وظنا من جميع النساء وأمهاتنا وجدواتنا بأن تقميط الطفل يساعد الطفل على النوم جيدا، لأن ذلك التقميط يذكر الجنين بأن أو الطفل الرضيع بأنه ما زال في الرحم، فينام جيدا، لا يبكي كثيرا، يمنعه كذلك من خدش الوجه بيديه، وكذلك يساعده على النمو ونمو أطرافه ونمو الرجلين بشكل جيد لكي تكون مشيته جيدة. فهذا ما قامت به هذه السيدة، فبدأت بتقميط رضيعها لمدة شهرين متتابعين. بعد مرور سنة بدأت تلاحظ مشاكل في مشي الرضيع، لا يمشي بشكل جيد، هناك مشكل في أحد الرجلين. هنا بدأت تتساءل ما هي المشكلة. ثانيا مرة أخرى بدأت أفراد العائلة تقول لها بأن الأمر عادي، فهو ما زال في العام الأول، لا توجد مشكلة. فانتظرت كذلك لمدة 5 أشهر. بعد مرور سنة و5 أشهر لم تلاحظ أي تحسن لطفلها، فهنا أخذته لطبيب الأطفال. طبيب الأطفال وجهها إلى طبيب العظام. ماذا قال لها؟ ماذا وجد بأن ورك الرضيع مخلوع من مكانه من يوم الولادة، والشيء الذي زاد الطين بلة وهو القماط قام بتشويه مشية ذلك الرضيع. فإذا لم تتأكدي من أن رضيعك أطرافه جيدة، لا يوجد خلع في الورك أو الفخذ أو غير ذلك، فلا يمكنك تقميط الطفل الرضيع بتاتا، خصوصا إذا كانت وضعيته في الحمل أو وضعيته قبل الولادة لم تكن وضعية جيدة، أي مقعدي أو مستعرض أو وزنه زائد أو غير ذلك. فمن أضرار القماط، والأطباء في الطب الحديث والدراسات التي قاموا بها يمنعون بثا كاملا لقماط الرضيع. هناك وضعيات، هناك طريقة خاصة لتقميط الطفل. فشخصيا والمستشفى الذي أعمل فيه نمنع أي سيدة من تقميط طفلها. عند زيارة السيدة بعد الولادة أول شيء نقوم به وهو منعا كليا للقماط. سأذكر لكم بعض الأضرار للقماط. أول ضرر وهو يعيق حركة الطفل ويبطئ نموه الجسدي واستجابة حركته وتفاعله مع المحيط الخارجي. فعندما تلاحظين بأن الحركة الطفل بدأت قليلة وبطيء ولا يتفاعل معك أو مع والديه أو مع إخوته، فمن بين الأسباب هو تقميطه في الأشهر الأولى من الحمل. كذلك فهو يعيق طرح فضلاته، أي فضلات بول أو براز أو غير ذلك، لأنه يكون مشدود الجسم عندما تكونين قمتي بلفه. فبمجرد أن تقومي بفك ذلك اللف تلاحظي بأن الجنين بدأ يفرز تلك الفضلات، فهو يعيق طرح فضلات الجنين ويسبب له أضرار كبيرة جدا. كذلك فهو يعيق تنفسه الطبيعي. فعندما تقومي بلف الرضيع فإنك تقومين بتضييق قفصه الصدري، فهذا الأمر يعيق توسع القفص الصدري للرضيع، وهو أمر خطير جدا، وقد تقع في مشكل موت الرضع المفاجئ، وهو أمر شائع من بين أسبابه هذا الأمر. كذلك
بقاء الرضيع مدة طويلة في قماط مبلل لأنه يقوم بالتعرق، فعندما تقومين بلفه فمن الطبيعي أن يتعرق الطفل. هذا البقاء لمدة طويلة في قماط مبلل يسبب تآكل جلد الرضيع ويصبح متصلخ ويسبب له التهابات بسبب الرطوبة والاحتكاك. مفهوم؟ أتمنى أن تكون الفكرة واضحة. ذلك التعرق الشديد للجنين يسبب له التهابات وتصلخات في جلده. كذلك القماط كما ذكرت في الأول بالنسبة لقصة السيدة فهو أحد الأسباب الرئيسية لخلع الورك أو الفخذ عند عدم الفخذ عند الرضع، وحتى ضمور العضلات عند الرضيع. فتجدين بأن هناك مشكل في مشية الطفل. أعلم بأنك تعتقدي بأن القماط يساعد في مشية الطفل، لكن العكس تماما. مفهوم؟ لكن هناك طريقة لتقميط الطفل بشكل صحيح يساعده على النمو الصحيح ولا يسبب له أي أضرار. أولا ستقومين ببسط ومد غطاء من القطن بشكل مسطح مع تني بسيط لزاوية واحدة. ثانيا قومي بوضع طفلك ووجهه مقابل الغطاء مع إبقاء عنقه على التنية. فعندما تبسطين الفراش ذلك الغطاء قومي بتني رأسه، ثم تضعي الجنين فوق تلك الثانية، ثم أحضري أو لفي زاوية اليسار من الغطاء حول جسمي ودسيها تحته إلى الأسفل، لا تستعملي أي روابط. كما قلت لفي زاوية اليسار من الغطاء حول جسمي ودسيها تحته إلى الأسفل، وأحضري الزاوية السفلية فوق قدميه، ثم لفي الزاوية اليمنى حوله مع ترك وجهه وعنقه فقط في الخارج غير مغطيين. وانتبهي إلى عدم جعل طفلك يعاني من الحرارة الزائدة، وتجنبي استخدام حرام كما قلت أو بطانية في هذه العملية أو إحكام اللف بمواد إضافية، وتأكدي من أنها لم تحكمي لف طفلك ولم تشدي عليه الغطاء، وإلا فإنك تقطعين عنه جريان الدورة الدموية. اتركي أضلاعه حرة لمنع حدوث خلع الورك لديه. سأترك لكم صورة تفصل هذه اللفة، هي سهلة جدا، لا تستعملي أي حرام أو حزام أو غير ذلك، فقط قماشة من القطن تقضي الغرض. فكما قلت الطريقة هي سهلة وسهلة جدا، سأضعها لكم موضحة مع صورة خاصة لكي تفهموا الطريقة الصحيحة. أتمنى أن أكون قد أوضحت الفكرة بشكل جيد جدا. فالقماط عادة سيئة لكن يجب عملها بشكل صحيح. قبل ذلك يجب التأكد من سلامة أعضاء الجنين، من سلامة وركه، من سلامة فخذه، بأنه لا يوجد هناك فك أو خلع للورك. أنهيت فيديو اليوم، أتمنى أن ألقاكم بصحة جيدة في فيديو قادم، والسلام عليكم.